هنتعرف على أبرز المحطات في حياة الفنان عبد السلام النابلسي عازب السينما المصرية، بداية من دراسته في الأزهر ودخوله عالم التمثيل وموقفه من الزواج والإنجاب ورحلته مع المرض وعزوفه عن الزواج وإزاي طلبت منه بنت صغيرة قاصر إن هو يتجوزها فلبى طلبها، وإزاي وليه خرج من مصر وما قدرش يرجعها تاني، وحكاية تهديده بالسجن لو رجع مصر تاني، وحكاية موته مفلس، وهل فعلا تكفل الفنان فريد الأطرش بمصاريف جنازته؟ عبد السلام النابلسي فنان متميز حط نفسه في حتة محدش عرف يوصل لها، وحتى لو حد عرف يوصل مش هيكون زي عبد السلام النابلسي الكوميديان الراقي خفيف الدم اللي تحسه كده راجل من عيلة أكابر، حتى ولو كان بيقوم بدور شاب بسيط ومش لاقي حتى ياكل، فأطلق عليه لقب الكونت دي نابلس. اشترك عبد السلام النابلسي في البطولة مع الفنانين الكبار زي الفنان فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وصباح وسعد عبد الوهاب. قدر يقدم شخصية الأرستقراطي المفلس. عبد السلام النابلسي كان أديب وشاعر وصحفي في بداياته، اتعرف عنه الأناقة وخفة الدم وظهر ده في أفلام. عبد السلام النابلسي من مواليد 1899 في لبنان، وهو من أصل فلسطيني. جه القاهرة للدراسة في الأزهر، فكان حافظ للقرآن وبيصلي ومش بيفوت ولا فرض، وكان متدين جدا، لحد بقى ما في يوم من الأيام يا سادة يا كرام كان ماشي عبد السلام أفندي في شوارع القاهرة، كان بيسلي نفسه. الظاهر كده بقى انه كان زهقان وهو ماشي ولا بيده، ودته بقى الريح فين بقى؟ لمسارح القاهرة. انبهر عبد السلام بالأضواء والممثلين وأدائهم، فالتحق بفرقة جورج أبيض، ومن بعدها انضم لفرقة عزيز عيد. لكن بقى في سنة 1923 انضم لفرقة رمسيس مع يوسف بيه وهبي، ولكن بقى الظاهر ان هو مرتاحش للفرق المسرحية دي، فقرر بقى ان هو يسيبها ويشتغل صحفي، فاشتغل في مجلة اللطائف المصورة، وبعدها راح للصباح ثم آخر ساعة والأهرام، واخيرا اشتغل في دار الهلال. كان المخرج احمد جلال من اقرب اصدقاء الفنان عبد السلام النابلسي، وبما ان بقى الصاحب ساحب فراح احمد جلال افندي سحبه لعالم السينما، واسند ليه دور في اول فيلم مصري ناطق وهو ليلى اللي كان بطولة عزيزة امير، ولما أدى الدور أداه ببراعة شديدة جدا. أعجبت الست عزيزة بأدائه، فقالت الولد ده يجي منه وهيبقى حاجة مميزة جدا، فلازم أعمل معاه حاجة تنفعه. فراحت بقى الست عزيزة بعتل دراسة للسينما في باريس على نفقتها الخاصة، فدرس الإخراج، ورجع عبد السلام أفندي علشان يقدم دور الشرير في فيلم واخذ الضمير، وبعد كده اتجه للأفلام الاستعراضية في فترة الأربعينيات، وقدم دور الشاب الأرستقراطي وتميز بأدائه جدا، حتى وهو فقير ومفلس كان أرستقراطي. ومن أشهر أفلامه العزيمة والطريق المستقيم وليلى بنت الريف وحكاية حب ولحن حبي وإزاي أنساك وعفريتة هاني. وأشهر دور ليه على الإطلاق هو دوره في فيلم شارع الحب مع عبد الحليم حافظ لما أدى دور حسب الله السادس عشر. وما ننساش كمان دوره في فيلم علموني الحب مع سعد عبد الوهاب لما أدى دور غراب بائع ومربي العصافير. كل الأدوار دي كان فيها سنيد للبطل، بس بعد كده قدم أول بطولة مطلقة له وهو فيلم حلاق السيدات مع كريمة وإسماعيل ياسين، وكان الفيلم ده من إنتاج 1962 وهو اللي كان منتج الفيلم. وبرده كمان كان أخذ البطولة المطلقة في فيلم عاشور قلب الأسد، وآخر أفلامه كان فيلم قاضي الغرام سنة 1964. عبد السلام النابلسي بقى كان أشهر عازب في السينما المصرية، ما كانش بيفكر في الزواج نهائيا، لدرجة ان هو في احد لقاءاته سئل عن الزواج فقال انا ما اتجوزتش برغم ان انا عديت 60 وزهقت من الوحدة وعايز عروسة انثى وجميلة، لكن بقى ما فيش ولا واحدة اتخلقت تنفع تكون مرات. بس بقى كان في واحدة بتسمع حديثه ده وكانت معجبة بيه جدا، كانت بنت صغيرة قاصر اسمها جورجيت، راحت بقى قابلته وطلبت منه الزواج فاتجوزها، وكان لقصة زواجه بقى دي مشاكل كبيرة جدا اتعرض لها، وخصوصا انه مسلم وزوجته كانت مسيحية وكمان كانت قاصر وأصغر منه بكتير جدا. عرفوا أهلها بالموضوع ده فرفعوا عليه قضية بإبطال عقد الزواج، فأخدوها لأنها قاصر
ولكنها بقى هربت بعد كده وراحت على قبرص مع زوجها علشان تكمل معاه باقي حياته. أما بقى عن موقفه من الإنجاب فكان غريب جدا. فهو مثلا لما كان حد من أصدقائه بينجب فكان بيقول إن هو جاب لنفسه مشكلة، لأن قبل الإنجاب كان بيهتم بنفسه وبمشاكله الخاصة، فهو كده جاب لنفسه مشكلة جديدة. المهم إنه برغم حبه للأطفال إلا إنه كان رافض الإنجاب تماما، لدرجة إنه لما كان حد من أصدقائه بينجب كان بيروح يخفف عنه ويعزيه بدل ما يروح يهنيه، وكان بيشفق عليه من الهم اللي جابه لنفسه، وده على حسب تعبيره في أحد البرامج التلفزيونية. أما بقى عن رحلته مع المرض فقد عانى من المرض لأكثر من 10 سنوات. فقال في أحد اللقاءات إن هو كان بيعاني من التهاب في المعدة، والمرض ده كان بيتسبب له في آلام شديدة جدا حتى أثناء التصوير، فكان بيخفي الألم ده عن أصدقائه وعن المنتجين علشان ما يستبعدوهوش من الأعمال الفنية، وفضل يقاوح علشان يقدر يعيش ويعيش زوجته. عبد السلام النابلسي عاش أكتر حياته في مصر، وبرغم حبه الشديد لمصر وإقامته فيها إلا إنه في أواخر أيامه عانى من أزمة مع مصلحة الضرائب، فتراكمت عليه الديون لحد ما وصلت ل 13,000 جنيه، وكان معهوش الفلوس دي علشان يدفع الضرائب، فاضطر إنه يسيب مصر آسف دون رجعة، لأنه لو رجع هيتسجن. وأخفى الأزمة دي عن صديقه المقرب عبد الحليم حافظ واستقر في لبنان. ولما توفى تكفل الفنان فريد الأطرش بمصاريف جنازته، وقيل إن هو كان مفلس، بس جورجيت مراته قالت لأ الكلام ده مش صحيح، لأنه ترك ليها مبلغ كويس في البنك، بس هي ما كانش عندها حساب بنكي وما قدرتش تحصل على ميراثها بسهولة، فتكفل الفنان فريد الأطرش بمصاريف الجنازة. ووضحت جورجيت زوجة الفنان عبد السلام النابلسي ان هو توفى بعد ما رجع من تونس، لانه كان بيصور هناك اخر افلامه مع الفنان فريد شوقي، وكان تعبان جدا ورجع، وبعد 15 يوم توفى في 5 يونيو 1968 في بيروت.